السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه بدون فرن، كتجي غزاله ورائعه في المذاق. بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال كينتاكي، ديال جنيوحات ديال الدجاج مقرمشين ومقرملين. بغيت نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الوصفات اللي غنقدم لكم اليوم، ونتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر. وندوزو دابا المقادير ديال هاد التحليه والطريقه ديال كيفاش غنصايبوها ان شاء الله. نتمنى تعجبكم، وها خليكم معايا البنات. دابا البنات غادي نبداو في التحليه ديالنا. كما كتشوفوا هنا عندي واحد اللتر ديال الحليب، عندي هنايا غادي نعمل واحد 5 ديال المعالق ديال النشا، عفوا لا كريم باتيسي، 5 المعالق ديال لا كريم باتيسي يكونوا كبار عامرين مزيان، ومعلقه وحده ديال النشا. غادي نخلطوهم مزيان، غادي نضيفوهم على هذاك الحليب، وغادي نخلطوهم بالطراب اليدوي. 5 المعالق البنات ديال لا كريم باتيسي يكونوا عامرين مزيان، ومعلقه وحده ديال النشا تكون عامره مزيان. غادي نخلطوهم مزيان مع هذاك الحليب، وغادي نضيفوا عليه هذيك الفانيليا اللي عندنا، وغادي نحطو فوق النار مع التحريك. ضروري البنات تبقاو تحركوا فيه باش ما يلصقش لينا داك لا كريم باتيسي ونشف القاع ديال الكاسرونه ويحرق لينا. ضروري خاصنا نبقاو نحركوا فيه مزيان، نبقاو نحركوا حتى يولينا حتى يقاد لينا الخليط وصل الكثافه اللي بغينا. وغادي نضيف واحد الكاس، عفوا نسيتو، كاس ديال سنيده، وغادي نضيف هذيك النشا ولا كريم باتيسي. غادي نخلط مزيان، غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا هذيك لا كريم باتيسي والنشا والسنيده مع داك الحليب. وغادي نضيفو في الكاسرونه، نحطو فوق النار. وغادي نضيف هذيك الباكيه ديال الفاني. يمكن لكم تنكهوا بالزهر، بكيه ديال الزهر حتى هو كيجي زوين. غادي نحطو فوق النار هذيك الباكيه ديال الفاني. كما قلت لكم البنات يمكن لكم تضيفوا الزهر. كما كتشوفوا البنات كنبقاو نحركوا في هذاك الخليط. ضروري تبقاو تحركوا فيه حتى تحيدوه من فوق النار باش ما يلصقش لينا داك لاكريم لتحت. كما كتشوفوا دابا راه وصل القوام اللي بغينا. عندي هنايا البسكوت، عندي الحليب بارد، انا خديت هذا المول، نتوما عملوا المول اللي بغيتو. غادي نغطس هذاك البسكوت في الحليب، وغادي نعمل الطبقه الاولى ديال البسكوت، غادي نعمل فوقها طبقه ديال لاكريم اللي وجدنا، وغنعمل ثاني طبقه ديال الحليب. المهم البنات غادي نبقى غاديه بحال هكا، طبقه ديال الحليب وكطبقه ديال لاكريم حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. وغادي نخلي هاد التحليه ديالنا حتى تبرد شويه، من بعد غادي نغطيها وندخلها للثلاجه حتى تعقاد لينا. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نعملوا واحد الكاناش اللي غادي نعملوه من فوقها ان شاء الله. يا ليلى وصلت على نبي،
ديال الكريمه غادي نعملها في كاسرونه، نحطها فوق النار حتى تدفى شويه. من بعد غادي نضيف ليها قطع ديال الشوكولاط وغادي نحرك مزيان. وهذا هو الكاناش ديالنا كما كتشوفوا. انا ضفت ليه قطع ديال الشوكولاط، غادي نحركها مزيان حتى يذوب هذاك الشوكولاط، وغادي نضيفها على هذيك التحليه ديالنا من بعد ما بردات. وغادي نعقب ندخلها ثاني للثلاجه حتى تقبط راسها هاد الكاناش اللي عملنا من الفوق، ونقدموها بالصحه والراحه. راه كتجي ساهله وغزاله في المذاق ولذيذه بزاف وسهله بلا ما نبقاو نوجدوا في الكيك ولا شي حاجه. تحليه بدون فرن. كنتمنى تعجبكم. ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا واحد لي ناغيت كيجيو رائعين ومقرمشين وبتتبيله اللي غزاله وسهله بزاف. كنتمنى تجربوهم البنات. المهم خليكم على الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا النتيجه ديال التحليه ديالنا كيفاش خرجت، وتشوفوا الطريقه ديال لي ناغيتس او جنيوحات ديال الدجاج اللي مقرمشين بالطريقه ديال المطاعم او طريقه كينتاكي. كيجيو غزالين البنات ومقرمشين وزوينين بزاف. نتمنى تجربوهم. المهم خليكم مع الفيديو حتى الاخير. هنا البنات عندي جنيوحات ديال الدجاج اللي مقطعاهم، وعندي هنا واحد نصف لتر ديال الحليب. عملت فيه شويه ديال الابزار، غادي نعمل فيه شويه ديال الملح، وغادي نعمل فيه 2 معالق ديال الحامض، وغادي نعمل هذوك القطع ديال الدجاج غادي نعملهم وغادي نغطيهم وغادي نخليهم مرقدين في هذا الخليط واحد 2 سوايع. هو في الاحسن الا عملتوهم في الليل والغد اللي عاد طيبتوهم، ولكن انا ما عنديش الوقت ما عملتهمش في الليل، خليتهم حتى الغد عاد صايبتهم. غنخليهم واحد 2 حتى 3 ديال السوايع مرقدين بحال هكا. كما كتشوفوا البنات هذه هي التحليه ديالنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه. زينتها بشويه ديال الحبيبه ديال الشوكولاط، نتوما زينوا باي حاجه بغيتو. غادي نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتقطع بسهوله وكتجي رائعه البنات في المذاق وزوينه بزاف. تنتمنى تجربوها، انا مأكده بانها غادي تعجبكم. نقدموها في الفطور او لا في السهرات بحال هكا في رمضان، كيجي زوينه. نتمنى تجربوها البنات. كما كتشوفوا كتجي زوينه، كيجيو طبقات باينين. نتمنى تعجبكم، تجربوها تعجبكم البنات. واللي يلا كيشوف القناه ديالي اول مره ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك وتخلي شي تعليق يكون زوين. وشكرا لكم البنات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. هنا البنات عندي الدقيق، عملت معلقه ديال التحميره، وغادي نعمل معلقه ديال الخرقوم، غادي نعمل معلقه ديال السكنجبير والملح كما كتشوفوا. الا كان عندكم الثوم بودره عملوه، كان عندكم شي ديال الزعتر او الازير حكوه حتى هو عملوه، حتى هو كيجي زوين وكيعطي مذاق اللي رائع. ما كانش عندكم بحالي عملوا غير هاد التتبيله صافي حتى هي كتجي زوينه. كناخذوا هاد الجنيوحات كنحيدوا من داك الخليط ديال الحليب، كنغطسوهم بحال هكا في الماء اللي هو بارد، كنعملوهم في التتبيله ديال الدقيق، كنغمسوهم مزيان في الدقيق. من بعد غادي نعقبوا نردوهم لهداك الماء، غادي نعقبوا نردوهم ثاني للدقيق. غادي نعملوا هاد الطريقه 2 ديال المرات. هاد العمليه غنعملوها 2 ديال المرات صافي باش ما يجيناش الدقيق ملبس، دوك الجنيوحات ملبسين بزاف بالدقيق. غادي نسوسهم بحال هكا صافي ونبداو نقليو فيهم البنات. راه كيجيو غزالين وكيجيو زوينين وكيجيو طيبين من الداخل، غير جربوهم. غادي نبقاو غاديين بحال هكا نعملوهم في الدقيق، نعملوهم عفوا في الماء هو الاول، في الدقيق ثاني، ونعقبوا نعملوهم في الماء ونعاودوا نعملوهم في الدقيق وصافي نحطو بحال هكا نبداو نقليو حتى نساليو جميع الكميه اللي عندنا. المهم خليكم مع الفيديو باش تشوفوا النتيجه. كيجيو تماما بحال اللي كيتقدموا في المطاعم، مقرمشين من برا وطايبين من الداخل، وكيجي المذاق ديالهم زوين ولذيذ. غير جربوهم. المهم خليكم على فيديو حتى الاخير وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله.
البنات هادو هما الجنيوحات ديالنا من بعد ما كيتقلاو كيجيو على هاد الشكل ملبسين ومقرمشين من برا وطايبين من الداخل. قدمت مع شويه ديال المايونيز والكيتشاب، كنتمنى تجربوهم راه كيجيو لذاذ بزاف كما كتشوفوا. وشكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.